نحن في الجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع الجديدة نستنكر وندين بقوة القرار الصادر عن المحكمة التجارية بالدار البيضاء، القرار رقم 2014 0885 الصادر بتاريخ 18 فبراير 2014. رقم الملف بالمحكمة التجارية هو 990 1 2013، ورقمه بمحكمة الاستئناف التجارية هو 4036 2013 على 13. هذا القرار هذا اللي صدر ضدا على مالكي السجل التجاري لفندقي فرنسا والمغرب. نحن في الجمعية نستغرب كيف تم إصدار هذا القرار وإخراجه إلى حيز الوجود، وهذا القرار اللي هو مبني على قرارات اللي هي باطلة ديال المجلس البلدي. هذا القرار المجلس البلدي اللي عطى الصلاحية للهدم غير موقع من طرف السلطة الوصية لعامل صاحب الجلالة على إقليم الجديدة، ثم أنه غير مرقم ولا يحمل حتى التاريخ، يعني أنه نعتبره في الجمعية على أنه وثيقة مزورة. من داخل الجمعية كما قلنا ندين ونستنكر هذا القرار. هذا الفندقين فرنسا والمغرب اللي عندهم تاريخ عريق في المدينة، كيرجع البناء ديالهم إلى فرنسيين كانوا مقيمين، أجانب كانوا مقيمين هنا في هذه المدينة هذه، وهو تراث كبير باعتبار على أن المواد البناء المستخدمة فيه يعني غير متواجدة على المستوى العالمي. فحال مثلا ملي كنقولوا مثلا عندنا العود ديال امستردام، انواع الرخام اللي هي تقليديه قديمه جدا، مجموعه ديال الفسيفساء اللي هي نادره، انه الارضيه ديالو ولا الاسقف ديالو كلها من العود الجيد. هو لازال بناء على خبير محلف اللي عنده واحد المكتب ديال الدراسات هنا ومعروف جديده، على انه كيتثبت في الوثائق ديالو على ان هاد الفندقين مازالوا في حاله جيده رغم مرور هاد السنوات. اذا من داخل الجمعيه والى جانب جمعيات اخرى داخل مدينه الجديده اللي كيوصل العدد ديالها تقريبا 30 جمعيه فما فوق، والاستشارات ديالنا ومجموعه ديال السكان المدينه الجديده بينوا على ان هذا الفندق هذا هو معلمه اثريه، وكيطالبوا من داخل المدينه الجديده كنطالبوا كسكان على ان هذه المعلمه تدخل الى التراث العالمي ونحافظوا عليها، وكنستنكروا هذه العمليه ديال الهدم بشده وبقوه. لان في الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان بعد ما تلقينا ملف ديال فندقي فرنسا والمغرب، وبعد العمليه ديال الدراسه ديالو في اطار لجنه الخروقات، تبين لنا على ان هذا الملف فيه واحد مجموعه كبيره ديال التلاعبات، فيه واحد مجموعه ديال الخروقات، من بينها ان المحكمه التجاريه اعتمدت على قرارات اللي هي ديال المجلس البلدي، وهذا القرار اللي هو باطل. لماذا؟ لانه غير مرقم، وان هذا القرار هذا غير لا يحمل توقيع عامل الاقليم الجديده، ثم ان الناس ديال هذا الفندق كاينه وثائق كتثبت على انهم بعد ما طلبوا هذا القرار من المجلس البلدي الجديده تلقاو تصريح على انهم لم يصدروا اي قرار. من هذا المنبر هذا نطالب وزاره العدل، نطالب وزاره الثقافه، وزاره السياحه، رئيس الحكومه، مؤسسه الوسيط، بإيقاف هذا الحكم هذا جائر، هذا الحكم الظالم اللي كيتبين على أنه استخدمت فيه الأموال لإخراجه إلى حيز الوجود. نطالب أيضا بإيقاف تنفيذ هذه العملية ديال هدم هذه الفندقين. لماذا؟ لأن الفندقين هذو كيدخلوا في التراث العالمي، مرت عليهم تقريبا حوالي 100 سنة، لا زالوا في وضعية جيدة، لا زالوا كيعرفوا التوافد عادي ديال الناس، النشاط ديالهم مازال مستمر بطريقه عاديه، الحاله ديالهم جيده. ما يمكنش يعني في حاله مثلا فقدان هاد الفندقين
كيعتبر انه خساره لسكان مدينه الجديده، خساره ايضا لباقي يعني الزوار اللي كيتوافدوا على مدينه الجديده في العالم باسره، خاصه خلال فصل الصيف. لماذا؟ لانه عنده واحد الموقع استراتيجي مهم ما بين كيتوقع ما بين الحي البرتغالي وما بين قريب جدا من شاطئ مدينه الجديده، يعني على بعد تقريبا 5 امتار او 6 امتار. ثم القرب ديالو ايضا من مسرح عفيفي وكي توجد في وسط المدينه. وحتى الثمن ديالو انه ثمن رمزي، يعني الناس اللي كيتوافدوا ليه مثلا بواحد المبلغ اللي هو يعني زهيد جدا، يعني انه فندق ديال الناس الشعبيين. اذا انطلاقا من كوننا داخل الجمعيه المغربيه لحقوق الانسان، لمسنا انه كاين خروقات كبيره وخروقات فاضحه استغلوها الاستقلاليين، يعني اللي كيملكوا هذا الفندق هذا، وضغطوا باستخدام المال واستخدام النفوذ واستخدام كذا للتلاعب في هذا الملف هذا ومحاوله اقدار هاد الفندقين. كنطالبوا بفتح تحقيق نزيه، ولماذا؟ لفضح هؤلاء المتلاعبين، وايضا انزال اقصى العقوبات في حقهم. وشكرا.